المرحلة التعليمية كانت تسرق وقت الأمير من أوقات نجوميته مع الملكي، حيث بدأت مع المراحل الجامعية ولادة حكاية الانتماء. وعاش الفريق عصراً صنف وقتها بالذهبي، بطولة الدوري العام وكأس الملك 4 مرات، ويحقق فيها إنجاز الأسبقية كأول ناد يحقق الدوري والكأس في موسم واحد. ثورة 77 ولا 78 والنادي الأهلي فريق محترف. لم يكتف الأمير خالد بن عبد الله بتلك الأولويات، حين كان الملكي هو أول ناد خليجي وعربي يستضيف منتخب البرازيل في لقاء ودي امتلأ بالنجوم. يختزل الأهلي هذا اللقب في استلام 12 كاس، أو تحقيق بمعنى أصح 12 كاس ملكي. لقب هذا الصرح العملاق بلقب عظيم ألا وهو النادي الملكي لأسباب عدة، أبرزها امتلاكه للرقم القياسي في كأس الملك، بالإضافة إلى أنه النادي الوحيد الذي تسلم الكأس الغالية من جميع الملوك الذين تعاقبوا على المملكة، فضلا عن رمز الملكية في راية الأهلي السيفين والنخلة المتواجد في علم النادي، أضف إلى لونه المطابق للون المنتخب الأول. كل هذه المسببات تؤكد أحقية هذا النادي لهذا اللقب.